عمرني نسيت المنظر تاع اختي وهي ميتة. عمرني نسيت دموع اختي وهي كتبكي بالليل وبالنهار وما عارفاش شنو بغات دير. كنت انا بنت 7 سنين، ولكن عقلي كان معاها كله. وانا باقا صغيرة كنتذكر بانني كنت فاهمة شنو كيدور في الكواليس، الا انني ما كنتش عارفة لا باش نعاونها ولا اشنو ندير. حاجة وحدة اللي كنت عاقلة عليها وعاونتها بها هو انني ما نقول حتى شي حاجة من داكشي اللي شفت وداكشي اللي عرفت لشي واحد. ولكن يا ريت انني قلتها لشي حد، كان ربما شي حد يعتق هذاك الساعة، او اقل حاجة كانوا يهضروا معها يخصموا عليها وما يخليوهاش تنتحر داك الانتحار البشع ديالها. احبابنا في الله، واحد السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم قصة جديدة، عبرة جديدة. للاسف اليوم قصتنا يعني مليئة بالحزن ومليئة بالانتقام. السيدة اللي كتعاود لنا القصة، السيدة اللي اش غنقول لكم، ما كايناش هنايا، يعني كاينه في دول المهجر. كما كتقول انا حليت عينيا في فرنسا، بالضبط في باغي 9 اغونديسمون. المهم الاسره ديالي كانت الحمد لله ناس اللي متوسطين، والاب ديالي كان عايش في المغرب. واحد الوقيته فكر انه يجي لفرنسا، كانت داك الساعه مزيوده عندهم غير اختي، يعني العام الاول كيف ولدتها الام ديالي جاو لفرنسا. موراها الوالده ديالي كانت مخططه انها تخدم، وكانت ضروري داك الساعه انها تخدم، فوخرت مساله الولاده وبقيت انايا ما جيت حتى اختي عندها 10 سنين. عاد الوالده ولدتني. المهم ما عليناش، كنت انا هي المدلله الصغيره ديالهم. فحليت عينيا ولقيت هذيك اختي قريبه ليا بزاف. كانت اختي رجاء غزاله ما شاء الله. يعني كنقول لكم غزاله غزاله في كل شيء، ظريفه. ما شاء الله، كان كاع الناس عزيزه عليهم. ما عليناش، انا كنت مايله ليها اكثر، واش بحكم انني حيت كنت انا وياها او لا، يعني ما كناش دوك الخواتات اللي ندابزو ولا نتخاصموا، بالعكس كانت هي في الشكل ديال الام ديالي. يعني الام ديالي عزيزه عليا واختي عزيزه عليا بحالها، كنت الناس حداها ناكلوا بجوج نخرجوا بجوج نلعبوا بجوج. واخا انا كنت صغيره كنت عاقله على كل شيء، يعني التفاصيل ديال حياتي معها عاقله عليها بالضبط. ما عليناش، اختي كيف قلت لكم كبر مني ب10 سنين. الوقت اللي انا غتكون عندي 7 سنين غتكون عندها هي 17 عام، يعني وقت مراهقه. جا واحد الوقت اللي كنا يعني كنمشيو في العطله الصيفيه للمغرب ديما بحال هكا، كنمشيو كنجلسو نبقاو واحد الشهر 20 يوم عاد كنرجعو لفرنسا. في هذاك الوقت بالضبط احنا مشينا لعند واحد السيده، يعني منين جينا للمغرب مشينا عند واحد السيده اللي كتجي الام ديالي، على اساس اننا بغينا نشوفوها ونرجعوا في حالتنا. ولكن هذاك النهار هذوك الناس اللي مشينا عندهم لقينا عندهم ضياف اخرين من العائله. وسبحان الله، هذوك الناس حتى هما كيعيشوا في اوروبا. وعقلت بالضبط انهم كانوا كيعيشوا في الطليان، في ايطاليا، في يمكن في تورينو. ما عليناش، بقيت عاقله على هاد التفاصيل هادي وشوفوا شحال السنين داز عليها. المهم اختي تلاقات مع ولدهم داك الساعه كانت عنده 25 سنه. المهم دري زوين، كيبان مؤدب محترم. فالمهم تلاقات معاه، بقاو كيهضروا بحال هكا، راكم عارفين المراهقه ديال بنت صغيره. عطاتو نمره التليفون، عطاها لي هذيك الساعه. ما علينا، صافي. دازت الوقيته، دازت العطله الصيفيه. الاخت ديالي المهم الشوفه ديالها انها صافي ولات هذاك الدري متعلقه بيه، ولات كتفكر فيه، ولات كتبغيه. بقات هكاك، يعني العام كامل كتهضر هي وياه في التليفون. ديما انا كندخل مثلا كندخل لا شامبر عندها كنلقاها كتهضر هي وياه في التليفون. كنقول لها شكون؟ كتقول لي احمد. كنهضر مع احمد. المهم كنت عارفه بانها بينها وبينه علاقه، وكيف قلت لكم بحكم انني انا واختي الصغيره مقاربين بزاف، فكانت ديما كتقول لي عندك تقولي هذا الشيء لماما، وكنت انا هي كاتمه الاسرار ديالها. يعني كنت كنشوف وكنسكت وما كنقدرش نقول لشي حد ابدا راه اختي كتهضر مع هذا ولا مع هذا. ما عليناش، غادي يدوز العام والاخت ديالي غادي تقول بانها بغات عاوتاني تهبط لي، يعني في الصيف، لانه كان واحد الوقيته الوالد كان قال لنا نمشيو يعني هذا الصيف نمشيو لتركيا ولا نمشيو لشي بلاد اخرى. فاختي كانت كتقول لي لا لا قولي لهم اننا بغينا نمشيو للمغرب، وحتى هي كانت كتقول بغينا نمشيو للمغرب. فعلا غادي نمشيو للمغرب هذاك الصيف، وبقينا كنقولوها لهم حنايا. حتى المهم في الاخير وافقوا. وهنا اختي
كانت كتلاقى مع داك الدري. كان جا للمدينة اللي حنا فيها وجلس تمايا تقريبا واحد 15 يوم، وفي هذيك 15 يوم كانت ديما كتلاقى معاه، حتى لواحد الوقيته اللي اختي حنا كنا ساكنين في واحد الدار ديالنا وفيها الجرده وفيها الشراجم ديال البيوت التحتانيين كيطلعوا على الجرده. واحد النهار انا ناعسه مع شي تقريبا شي 2 الليل، حتى كنلقى اختي كتنقز من الشرج من الجرده، ومن الجرده كتنقز للزنقه. المهم انا رديت البال ولكن بقيت ساكته، ما قدرت نقولها حتى لشي واحد. منين جات الصباح كنت انا داك الساعه ناعسه. الصباح منين فقت وانا نقولها لها، قلت لها اختي واش البارح خرجتي في الليل فين مشيتي؟ وهي تقول لي ما تقوليهاش لحتى شي واحد، علاش انت امتى شفتيني خرجت؟ قلت لها لا انا شفتك نقزتي من الشرجم ونقزتي. قالت لي لا لا ما خرجت. قلت لها لا خرجتي. المهم بقات ترجاني وكتقول لي شوفي عافاك راه احمد جا وخاصني نبقى نشوفه، ما يمكنش ماما راكي عارفه ما تخلينيش. وفعلا الوالد ديالنا حنايا كان شويه انسان محافظ، يعني كان كيفرض علينا الوقيته الدخول ووقيته الخروج، وكانت يعني من سابع المستحيلات انها تخرج بوحدها، فكانت كتختار الليل والوقيته اللي الاب والام ديالي كيكونوا ناعسين وكينعسوا هما بكري، فكانت كتخرج وكتمشي كتلاقى هي وياه حتى الصباح بكري وكترجع. المهم وانا صغيره ما كنتش عارفه شنو العواقب ديال هذاك الشيء ولا فين غادي يوصلوها. ما عليناش، صلاه العطله وكل شيء مشى في حاله ورجعنا في حالتنا. المهم اختي كانت فرحانه في علاقتها مع هذاك الدري، يعني ما قدها فرحه، وهي كانت اختي ظريفه وكانت يعني انسانه نايف، انسانه عقلها باقي صغير، ما عرفاش الحياه شنو فيها، الا انه كانت كتبغيه وكانت ديك الساعه كتجلس يعني كنبقى كنشوف فيها كنقول لها مالكي، ولا كتضحك وكتقول لي والله لا انا راني كنبغيه وان شاء الله راه قال لي بغى يجي لدارنا وهادي وكنقول لها انت باقا صغيره مازال ما كملتيش قرايتك. تخيلوا انا داك الساعه باقا صغيره وكنقول لها هاد الهضره، كنقول لها مازال ما كملتيش قرايتك، لان ماما ديما كانت كتقول لنا يعني ممنوع عليكم ان شاء الله نهار تكبروا ممنوع تزوجوا حتى تكونوا خدمتوا ودرتوا مستقبلكم عاد تزوجوا. المهم كنت كنعاود ليها الهضره ديال ماما اللي كانت ديما كتقولها لنا وكنبقاو نضحكوا، وهي كتقول لي لا انا معليش انا غادي نتزوج واخا مازال ما كملتش قرايتي، غنمشي عند حمد وغادي نكمل قرايتي وغادي نخدم وندير مستقبلي انا وياه. المهم كانت فرحانه بزاف بعلاقتها به. ما عليناش، انا كنت داك الساعه كنمشي للمدرسه وكنرجع وكنلقاها حتى هي مشات للمدرسه ورجعت، ونجلسوا ناكلوا ونخرجوا ونضحكوا، وديما كانت المكالمات هي وياه بالتخبيه. وكان داك الساعه البيسي كانت كتبقى تميساجا هي وياه غير في البيسي. ما عليناش، المهم كانت فرحانه معاه حتى لواحد النهار اللي غادي اختي غتكون مريضه حالتها حاله كترد، ماشي هي هذيك الوالده ديالي قالت لها مالكي، قالت لها يمكن ضربني غير البرد. فالمهم عادي حنايا يعني حتى شي واحد ما شك في شي حاجه، حتى الوالده ديالي ما شكاتش. ما عليناش، من بعد هاد الشي دازت شي 15 يوم كنشوف اختي ديما باكيه وحالتها حاله، وبحكم ان الوالده ديالي والوالد كانوا كيخدموا ما كيجيو حتى العشيه، كنت انا وياها كنضلوا في الدار، وخاصه في الاوقات اللي ما كتكونش عندنا مدرسه كنكون انا وياها. المهم كنت كنسمعها كتطلبو كترجاه كتقول ليه عافاك ما تخلينيش في هاد المحنه، عافاك جي هضر مع والديا. المهم ما خلات كيفاش دارت معاه باش يجي يعني يخطبها ويهضر مع الوالد ديالي والو. المهم كنت كنشوفها مسكينه كتبقى تبكي تبكي تبكي، وكنسولها 1000 مره، وكنسولها ونعاود نقول لها اشنو واقع، قولي لي انا واخا اختك الصغيره راني كنفهم. كتقول لي لا والو ما كاين حتى شي حاجه. المهم حتى لواحد الوقيته اللي غادي تجي وغتقول لي يلاه نمشيو، غنقول لها فين غنمشيو؟ المهم غادي تقول لي يلاه غنمشيو غير لواحد البارك كان حدانا. فعلا غادي نخرجوا انا وياها وغنمشيو للبارك، وكانت ديك الساعه العشيه باقي كنتذكر يعني قربات الام ديالي والاب يجيو، وبالعاده كيلقاونا في الدار ما كيلقاوناش في شي بلاصه. المهم مشينا كنجريو حتى كنلقاو هذاك الدري واقف، جات تسلمت معاه باقي عاقله يا الخوت على المنظر ديالو وعلى وجهه داك النهار، لانه كان هذاك النهار غنشوفو فيه ونعقل عليه وكان اخر مره غنشوفو. ما عليناش، بقات اختي كتقول لي شوف انا حامله والوالد ديالي والوالده الا عاقوا بيا غادي يقتلوني، انا ما نرضاش نقولها لهم وانت خاصك تجي دير شي حل مع دارنا، هادشي هذا ماشي هو هذاك. المهم
كنسمعو هو كيقول لها شوفي انا ما نقدر ندير معاك حتى شي حاجه، وهذاك الشيء سيري قلبي طيحيه ولا سيري قلبي شوفي اشنو بغيتي ديري ليه. انا ما قلتلكش حملي، انا باقي الحياه قدامي وباقي باغي نخدم وباقي باغي ندير مستقبلي، ماشي السلام عليكم وعليكم السلام. المهم السيد تملص من المسؤوليه ديالو في هذاك الحمل ونكر على اساس انه باغي يتحمل ديك المسؤوليه، ما بغاش. المهم قال لها شوفي اش بغيتي ديري وهذه اخر مره اتصلي فيا بها. بقات اختي كتبكي، تخيلوا تحدرت على يديه كتبوسها وكتقول لي ها العار شوف يفكني من هذا المشكل، انا راه ما عارفه لا فين ندخل ولا فين نخرج. قال لي هاي ما عارفاش غادي تسولي، وانا هذه اخر مره تبقاي تعيطي ليا فيها، وإلا باقي عيطتي ليا او لا قلتي شي حاجه غادي نقول لهم بانه كنتي مع صاحبي وبغيتي تلصقي فيا انا المنتف. وصلت عندي وما تهضريش باقي مع عائلتي ولا مع حتى شي حد. المهم دار هاد الهضره هادي وزاد في حالته، بقي عاقل على اختي. بوقفتها طاحت في الارض وبقات كتبكي 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 وكانت كترعد خايفه من الام ديالي والاب ديالي. كيف قلت لكم انا باقا صغيره وهاد المناظر هادي ما تنساتش عليا. ما عليناش، غادي يدوز اسبوع من مور هادشي. الوالده كانت حاسه بانه كاينه شي حاجه ولكن ما فهماتش. كانت كل مره كتقول لها مالكي، وكانت اختي بالزربه كتضحك وكتقلب وجهها وكتبتسم وكدير حتى شي حاجه ما كاينه. والاغلبيه دوك الايام كانت كتقول لماما عرفتي ماما انا راه عيانه بغيت غير نعس، عرفتي راني مبرسطه مع الامتحانات. فالوالده كانت كتقول يمكن ستريس الامتحانات ويمكن ستريس القرايه داكشي علاش. ما عليناش. هذاك الاسبوع كله اختي كانت مسكينه ديما في الليل كتصل 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 والو، كتلقى النمره طافيه وكتجلس كتبكي مسكينه. في داك الليل كنسمعها كتنخسس وكنشوفها كدير شي حركات اللي ما عرفتش. المهم واحد الوقيته غادي يعاود يجعر عليها داك الرضان وديك الحاله، وهنا صافي الوالده ديالي قالت لها شوفي حنا خاصنا نمشيو للوبيطال تشوفي اشنو هادشي. بزاف هادشي يعني مده طويله تقريبا داك الصح كان داز شي شهر ونص وهي صافي بدات يعني الاعراض ديال اللحم بداوها. فانا كنت كنفهم شي شويه ويعني او ميم طون ما كنفهمش، ولكن منين دازت المده لقيت راسي عاقله على كل شيء. ما عليناش. الوالده قالت لها شوفي بعد غدا غادي ان شاء الله لو لاندي الاثنين نمشيو للسبيطار باش نشوفوا اشنو كاين. كان داك الساعه كان نهار يعني كان نهار السبت. صافي اختي داك النهار ما نقولكمش ما نعساتش وكتصل وعيطت لواحد صاحبتها باقي كنعقل كتقول لها قولي لي اشنو ندير. كتقول لها هذيك صاحبتها شوفي شنو غادي ديري قوليها لداركم. المهم هي كتقول لها مستحيل ما نقدرش نموت وما نقولهاش لدارنا، نموت وما نقولهاش لبابا دير فيا الثقه وماما حتى هي، وانا غلطت وهذا ولد الحرام دار هكا. فانا عمري في حياتي ما غادي نسامح راسي ووالديا ما عمرهم غيسمحوا ليا. ما عليناش هادشي اللي غادي يوقع. فعلا اختي ما غاديش تقدر تقول الوالده ديالي والوالد داكشي اللي كاين. انا كنت فوق ما كنشوفها كتبكي كنمشي كنجري كنعنقها وكنبكي معاها وكتبقى تقول لي صافي سكتي هاني سكت، وكنا كنسكتوا بجوج وكنعسوا هكاك معنقين. ايوا يا حبابي داز داك النهار ديال السبت وديك الليله السبت ما نقول لكمش كيفاش دازت. نهار الحد الوالده ديالي كانت نورمالمون كتمشي كدير لي كورس ديال لا سمين كامله كتمشي تقدا السلعه اللي غتخصها الاسبوع كامل هي والوالد ديالي. يعني كيفيقوا على خاطرهم كيفطروا وكيردوا الغدا كيطيب وحنا كنوضوا كنجمعوا الدار وهما كيخرجوا كيديروا لي كورس ديالهم ويجيبوا المقديه اللي خاصه حتى الوقيته اللي كيقرب الغدا فكيرجعوا. ما عليناش. اختي داك النهار صابحه كتخمم ومع ذلك كتحاول ما تبينش قدام الوالده والوالد، يعني كتحاول ما امكن يوفا كيدخلوا كتبتسم وتمشي دير شي شويه المكياج وشي عكير باش ما تبانش عليها داك البكا وداك الشيء. وصلت عن النبي. المهم الوالده ديالي كانت هذاك النهار سبحان الله العظيم كانت حاسه كانت كتجي عندها وكتقول لها شوفوا مالك ياك ما تاني مريضه. تقول لها لا ماما بخير انا بخير وعلى خير وهذا. المهم داز داك النهار ديال الحد نهار كامل اختي ما كانتش على برجها، كانت باينه انها ماشي هي هذيك. حنا كانت عندنا واحد الجرده، يعني كانت الدار وكانت واحد الجرده فيها واحد الشجره كبيره وفيها واحد الحبال كانت ديرهم الوالده كتنشر فيهم. المهم واحد الجرده شويه كبيره ديال الدار. ما عليناش. هذاك الليله غادي تنعس اختي وقبل ما غتنعس غتجيبني حداها وغتعنقني. المهم كانت كتعنقني وكتبوس فيا وكانت كتقول لي شوفي ما عمرك تنسيني
وأنا غادي تبقاي ديما عزيزة عليا، والوالدة والوالد خاصهم يسمحوا ليا. المهم أنا هاد الهضرة هادي راه ما كنتش فاهمة هداك الساعة كاع شنو قاصدة بها هي، صراحة ما كنتش فاهماها، وكنت كنعنق فيها وكنبوس وأنا فرحانة أنها يعني حدايا وأنها تتعبر لي على المشاعر ديالها بهداك الشكل. ما عليناش، غادي نعس ديك الليلة حتى لواحد الوقيته اللي غادي نفيق وانا ما عقلاش الا على صوت ديال الغوات ديال الوالده ديالي، وكنسمع داكشي كيجري ما عرفتش اشنو. كان الوالد ديالي داك الساعه. المهم نط وانا باقا صغيره كنجري، طليت من الشرجم لانني سمعت ان الغوات في الجرده، فاذا به كتبان لي اختي معلقه في الشجره. اختي دايره مشنقه ومعلقه راسها في الشجره. داك المنظر عمرو تنساليا. انا من هول الصدمه بقيت كنغوت وبقات معايا هاد المشكله سنين. ما كنقدرش نعس مزيان، وديما كنتذكر وكنفيق على ديك الصوره اللي شفت ديال اختي، خصوصا انها ما كانتش يعني غير اخت، كانت اخت وام. واش غنقول لكم الحباب، هاد الوقيته هادي الوالده ديالي عانت بزاف، يعني ما كانتش فاهمه. الوالد ديالي نفس الشيء، انا مرضت مرضى خايبه من موراها. بقات الوالده ديالي والوالد شحال هما متبعين ليا عند طبان نفسيين، ولا بغات تدخل ليا لراسي بان اختي ماتت. وكان وقت ما كيجي الليل كنبقى عاطيها البكا، لانه في الليل ديما كنا كنعسو بجوج وكنا نقراو القصص بجوج وكنا نلعبوا بجوج. المهم كانت هي كل شيء عندي، فما كانش من السهل انني ننساها. المهم كنت متبعه ديما الدوايات، وكنت فاش يعني شويه بديت كنوعى وكبرت كنت كنقول اقسم بالله حق اختي لا ضاع، يعني طول الزمان ولا يقصر غادي ناخد حق اختي غناخدو. الوالده ديالي قالوا ليها الطباء والبوليس بان اختي كانت حامله، ولكن ما كانتش عارفه شكون، ولا كانت عارفه يعني ان اختي كانت تقدر دير هكا. ومسكينه كمدات هذيك الفقصه ديالها في قلبها وبقات ساكته. الوالده ديالي لحد الساعه بقات مسكينه بامراض مزمنه مده طويله، من جراء الوفاه ديال اختي ومن جراء ديال الفقصه اللي بقات معها. لان حتى الوالد كان كيقول لها كيفاش انك انت ما عرفتيش بان بنتك كانت كتهضر مع شي حد وانها على علاقه مع شي حد. ما عليناش، دازت مده ودازت سنين، قريت وكبرت وخدمت، وديما في بالي بانه غادي يجي الوقت اللي انا غادي نحدد الانتقام ديالي وكيفاش غيكون مع داك الانسان. ما كنتش عارفه كيفاش غندير ولا منين غنبدا، الا انني كنت عاقله على سميتو وعلى كنيتو. وكنت ذاك الوقت اللي يعني دازت مده كنت عارفه اختي عندها شي كتوبه كانت كتقيد فيهم في وسط الوراق وكتخبيهم، وكانت كتقيد فيهم كل حاجه عزيزه عليها مع هذاك الدري. انا داك الساعه فاش كنت صغيره كنت شيطانه، يعني تذكرت في واحد الوقت ان اختي كانت مخبيه داك الكتاب ديالها في واحد البلاصه، وفعلا غادي نهزو غادي نخبيه، وبقيت ديما داك الكتاب كنخبيه في وسط الكتوبه ديالي انايا. يعني كنتشيكيه كل 3 ايام 4 ايام، كل 3 ايام 4 ايام نمشي نطلع عليه ونرجعو، وعمرني قريته ولا اشنو فيه. المهم كانت كتكتب هي غير تخربيقات في هذاك الكتاب، ولكن كانوا فيه المعلومات كاملين عليه، فين كتمشي هي وياه، شنو كيديروا. راكم عارفين داك الساعه كانوا بزاف كيكتبوا كتاب الذكريات ديالهم وكيبقاو يقيدوا. ايوا يا حبيبي، مورا ما تخرجت من كلية الطب قلت دابا صافي، يعني جات الوقيته اللي خاصني نقلب على داك بنادم وخاصني نرد ليه الدقه. خاصني نرد ليه الدقه اللي بقات مكمده في قلبي وفي قلب الوالده ديالي والوالد سنين طويله، حتى حاجه ما داويها داك المنظر، حتى حد ما يقدر يحيدو ليا من قدام عينيا، ولو طبات الدنيا والدين حتى شي واحد ما يقدر ينسيني في اختي. اول حاجه درتها هو انني طبيت الاسم ديالو واللقب ديالو بطبيعة الحال في الفيسبوك وفي لي سوشيال ميديا كاملين حتى طلع ليا. المهم لقيت التصويره ديالو، انا كنت متذكراه بالضبط، الصوره ديالو كاينه مع الاسره ديالو، باين انه تزوج ودار عائلته، كانوا عنده 2 وليدات. ما عليناش، لقيت الاسم ديالو ولقيت بانه رجع للمغرب وعايش في المغرب، ما بقاش تمايا في الطاليان. كيفاش اشنو الاسباب صراحه ما كنتش عارفه داك الساعه. المهم هو عرفت بانه كاين في المغرب لانه كان داير بانه ساكن في مدينه قنيطره.
وكان في التصاور باين عليه الكبر، يعني السيد كبار تبارك الله. ما عليناش. بقيت انا متبعه السيد ديما في الانستغرام والفيسبوك، وكنشوف المنطقه اللي هو فيها، حتى عرفت بالضبط في قنيطره فين كاين، يعني الحومه اللي هو ساكن فيها حددها تقريبا. صافي مشيت للمغرب، وكنت كنقول للوالده بانني بغيت نمشي واحد المده للمغرب نشوف بزاف د الحوايج تما. وقالت لي الوالده واخا ماشي مشكل، فعلا غادي نهز قشاوشي وغادي نمشي لقنيطره، غادي نكري واحد لابارتمون، وغادي نمشي نكري واحد المحل ديال البيع والشراء في المنطقة تقريبا اللي ساكن فيها هو. المهم كان خاصني ندير ان اوتر بروفيل ديالي، واحد شخصية اخرى ديالي. ما عليناش. المهم خديت واحد المحل، عمرته، وجبت واحد البنت هي اللي كانت خدامة معايا واللي كانت كتسير ليا المحل، هي واحد الدري. المهم بدا المشروع ديالي خدام الحمد لله، وكنت كنتسنى غير الوقت والمناسبة اللي نقدر انني نبدا فيها. وهنايا الخوت بالصدفة لقيته في واحد البلاصة حط واحد الاسم ديال القهوة واللوغو ديالها. المهم كنت عارفة بأن هذيك القهوة عنده بها شي علاقة. من بعد غادي نتأكد بأنه هذيك القهوة هو المشروع اللي جا دار هنا في المغرب، وهو يعني البروبريتير ديالها هو مولاها. فهنا غادي نقول كاي هذه قضية مزيانة، بما انه هو عنده هذيك القهوه فيها ماكله وفيها كل شيء، تما غادي نبقى نمشي. فعلا بقيت ديما كنمشي، وقيت الغدا كنلبس حويجاتي وكنتقاد بارفان وهذا وكنت كنمشي. المهم انا كنت عارفه انه عمره حياته ما غادي يعقل عليا، لانه انا كنت باقا صغيره كيف قلت لكم، وهو كان شافني مره واحده اللي كنا تلاقينا، والمره الثانيه انا في الجرده. يعني كنت باقا صغيره وكنت بعيده عليهم شويه، يعني اكيد ما يكونش داها فيا نهائيا، ولكن انا كنت عاقله على وجهه مزيان، ما نسيتش ملامحه. فعلا مده تقريبا ديال شهر وانا كنمشي بريسك نهاريه نهار لا لهاديك القهوه، نهاريه حتى. المهم كنشوفو ديما، ولكن ما عمرني لقيت المناسبه كيفاش انني نهضر معاه. وكنت فوق ما كنشوفو كنحاول اتيغي لاتونسيون ديالو، مثلا نهضر مع السربي بشي طريقه، نطلب شي حاجه اخرى، فهو كان من البعد كيجي كيبتسم وكيمشي، الا انه عمرو تجرأ انه يهضر معايا. فحتى لواحد النهار غادي ندير بانه بحال الماكله فيها شي حاجه، وغادي نقول لهم عافاكم عيطوا ليا الجيرون ديال المحل شكون هو وهذا. المهم بقيت كنطرطا. فالمهم غادي يجي عندي غادي يقول لي شنو واقع اختي؟ نقول له لا شوف شنو لقيت في الماكله، وانا صراحه ما لقيت حتى شي حاجه، انا غير كنت جبت شي حاجه معايا ولحتها في الماكله باش نقول لهم بانني لقيتها انا، كان خاصني السبه باش نهضر معاه والسلام. المهم اعتذر مني، فقلت له ماشي مشكل، على وجهك انت وعلى السيده ما عرفش يهضر معايا، على وجهك انت ماشي مشكل، مرحبا، وانا راه كليانه ابيتويال كنجي عندكم ديما، فماشي مشكل، ما وقع حتى شي حاجه. المهم السيد اعتذر ليا وابتسم ابتسامه عريضه، وعطاني نمره التليفون ديالو، قال لي فوق ما خاصك شي حاجه وجيتي لهنايا وما لقيتينيش مرحبا بك. فعلا هذاك الشيء اللي كنت باغيه. المهم خرجت من تما وانا فرحانه ما نقول لكمش. المهم خديت نمرته، ما عليناش، جلست واحد المده ديال اسبوع، رجعت للمحل. اول ما شافني جاتي يجري السلام مادموزيل صافا لاباس عليك وشي بخير، فين غبورك؟ قلتيك ما غير اخر مره صافي تقلقتي منا. قلت له لا ابدا، واش انا نتقلق منكم حاشا. المهم قلت له راه غير كنت عيانه شي شويه. قال لي واش تي دابا ما عطيتيناش نمرتك باش نسولو عليك وهذا. المهم السيد بدا كيزعم، وانا قلت مرحبا هادشي اللي بغيت. ما عليناش. من هذاك النهار السيد بقى ديما يشوفني كيجي كيهضر معايا، وانا داك الساعه كي قلت لكم كنمشي مقاده مزيزه الحاله. المهم ما كنخليش في راسي شي حاجه. وبقات المسألة هكا غادية حتى تقريبا 3 شهرين وانا كنمشي لعندو المحل. ما عليناش حتى لواحد النهار غنخرج عندهم من القهوة من الريستو، حتى كنلقاه من مورايا. انا يلاه بغيت نركب في الطوموبيل، كنلقاه من مورايا لالا صافا بخير؟ قلت له صافا نعم شنو خاص؟ قال لي ما ديرهاش مني، قلت سوا بغيت نمرة التليفون ديالك، راه كنت كنتسناك ديما اتصلي بيا وعمرك ما اتصلتي. قلت له اسمح لي زعما ما جابتها دار باش نتصل بك علاش؟ المهم قال لي انا صراحه الهضره ماشي هنايا، الا كان ممكن نديرو شي كافي في شي قنت ولا هذا، ولا عطيني غير نمرتك. فاعطيته نمرتي وكنت فرحانه انه صافي هذه هي الخطوه الاولى انني غادي ننتقم منه. ما عليناش، بقينا هكا، بقى السيد كيتصل بيا، كنتعارفوا. قلت له انا
كنت عايشة في الخارج، ها فين عايشة وها فين عايشة. المهم بحكم أنني كنت واحد الوقيتة كنت كنمشي لألمانيا بزاف وكنت كنقرا اللغة الألمانية، قلت له أنني كنت عايشة في ألمانيا. الأم ديالي متوفية والأب متوفي وبأنني كنت مزوجة ومطلقة. المهم كثرت عليه، فالسيد فرح وقال لي انا كنت في الخارج وهادي وحاليا راني مزوج ولكن عايش مع المراه في المشاكل وطلقتها ودابا راه بيناتنا غير الولاد. عرفتي ولد الحرام، واحد الكذاب خطير. ولكن كنت كنقول في خاطري باقي غادي تشوف اللي عمرك شتيه. المهم تلاقينا كيف قلت لكم، ولينا كنخرجوا ولينا كنتعشاو هنا ناكلوا هنا وانا والع على بالي. المهم كنقول له غير اللي قالها، كنقول له مرحبا ماشي مشكل، مرحبا ماشي مشكل. المهم كنت كنحاول كل نهار انه يبغيني، كنخلي ما ندير. والمهم داكشي اللي بغيت وصلت ليه. السيد نهار على نهار ولا كيتعلق بيا، وكتجي الوقيته كنغبر عليه كنخليه بغا يتصدى كيصوني كيعيط ما يخلي ما يدير. وكنت حاجه وحده ما مورياش، يعني الدار فين ساكنه كان عارف المحل اللي انا دايره والمشروع اللي انا دايره، ولكن باش يجي عندي للدار ما كان كيعرفش الدار. المهم كنت كنخليه كيتقلى يبقى غادي على دوك الناس اللي في الخدمه عندي وجاي. فينا هي جات مازال ما جات، تليفونها كتجاوب عليه ما كتجاوبش عليه. المهم كنت بعض المرات كنخليه هكاك باش يطيب على خاطره. ما عليناش، الامور بقات ماشيه هكا حتى تاكدت بان السيد صافي. وانا نقول له شوف، انا الا بغيتيني خصك تبغيني في الحلال، انا هاد الشيء هذا ما بسلكنيش. بغيتي تجي لدارنا مرحبا بك، ما بغيتيش مرحبا بك. قال لي كيفاش وانا راه ما نقدرش. قلت له المهم دبر راسك، تقدر ولا ما تقدرش هذاك سوقك. فعلا هاد الشيء اللي غادي يدير، غادي ينوض السيد غادي يطلق هذيك السيده بصحنيت، وغادي يصيفط ولادو بالصحنيت ما غاديش يتسوق لهم، وغايقول هادي همزه جرها حمزه. بان له المشروع، بانت له الطوموبيل، وقلت له عندي الملاكات باقي ما مفارقاش انا وخوتي من با. والمهم بقيت كنشورج عليه. فالسيد صافي قال هي هادي الهمزه، ما عليناش. المهم مشينا طيحنا العقد وتزوجنا. وانا كنت كنقول يا ربي كيفاش غادي ندير مع هذا الانسان هذا. المهم ما عليناش. مورا العقد عشت مع واحد المدة في الدار وانا كنتسنى منين بغيت نبداه. صراحة كنت كنقول انني نقتلو شي حاجة سهلة وما فيها حتى مشكل، ولكن انا الغرض بيا انني ما نقتلوش، انا باغا نعذبو. المهم ما عليناش. النهار الاول في الزواج داز مزيان بخير وعلى خير وانا ساكته ما قايله حتى شي حاجه، لانه اش غنقول لكم، كنت باغا الانتقام ديالي ما يجيش في نهار وليله. كنت باغا نشوفه كيتعذب قدامي كل نهار ونبقى نقول له بانني انا اللي درتها لك، ها السبب وها السبب وها علاش درت لك وها علاش درت لك. وفعلا داكشي اللي كان. فكرت انني ندير له واحد القضيه في الماكله كل نهار، ولكن خاص مده باش يشد فيه داكشي اللي درت ليه. بيني وبينكم شي حاجه بحال التوكل، ولكن هي ماشي توكل، كانت خطر من التوكل. وكانت يعني مسألة اللي غادي تبقى مع حياته كاملة، وخا يطير وينزل ما غاديش يلقى لها العلاج الا الا بغى ربي يتشافى من عنده. فعلا هذاك الشيء اللي كان. كنت انا وياه على سمن وعسل فرحانين بخير وعلى خير. كان هو كيقول لي شوفي انا راه دابا عاد تزوجت، انا دابا عاد عشت الحياه، وانا كنت نيت باغا يعيش الحياه باش من بعدها يحس بالممات المتقطع شويه بشويه. ما عليناش. بقيت كنعطيه ديك الماده كل نهار فوق ما بغينا ناكلو، كنعطيه شوي كيدخل ليه اللوكور ديالو ما كيحس بيش. اليوم على غدا، اليوم على غدا، حتى ولا كيحس بالعيا. اليوم كيحس بالتعب، بعد غدا هكاك شوي بشوي كيقول لي كرشي كضرني. وعام على عام تخيلوا جلست معاه 3 سنين وانا كنعطيه في السم المتقطع حتى صافي السيد ولا طريح الفراش. ما عرفش اشنو به، ما خلى طبا ما خلى تحاليل. وانا كنت داك الساعه تقريبا مده ديال سنين وانا كنقرا على اش من نوع ديال السم اللي بغيت نعطيه. ما كنتش باغا نعطيه اي حاجه، هو ما تاعش اي حاجه، هو تاع الحاجه اللي تقتلو بدقه دقه، بحرف بحرف، بتانيه تانيه. فعلا كان تخيلوا كل ليله كيموت
وكيبقى يقول لي ما عرفتش هاد العيا وهاد التعب وهاد الالم اللي كيجيني مناش، وما كيمشي عند الطبيب تاع العظام، كيمشي عند الطبيب ديال الامعاء، المهم ما كيخلي فين يمشي. وانا براسي كنت كندي عند الطبا الا انه ما كانش كيبان في التحاليل حتى شي حاجه. قريت حتى قريت بزاف. ايوا المهم هادشي اللي كاين هو اللي بدا، والبادي اظلم. اختي مشات في مقتبل العمر ديالها بسببه هو، بسبب انه جنى عليها في حياتها، وبسبب انه غدر بها وكذب عليها ووهمها انه كيبغيها. ما عليناش، هادشي كلشي غادي يدوز، والسيد غيبقى طريح الفراش وكيقول لي اشنو غادي ندير. المهم كان شي وقيته اللي كيجي شي ليلات ما كينعش، وهنايا قلت بلاتي نبدا الفصل الثاني من يعني من العقاب ديالي. هنا بديت كنقول له عاود لي حياتك، اشنو وقع لك في حياتك، شنو طرا ملي كنتي صغير، شنو كنتي كدير، شنو. المهم كنجبدوا اطراف الحديد، والسيد ما كانش كيقدر يعاود لي على اختي. يعني كان كيعاود لي تفاصيل حياته كامله، الا انه حتى النهار اللي تزوج مرته ووليداته، ولكن عمره ما ذكر لي اختي. وانا واحد النهار نقول ليه واجي نقول لك كاينه واحد السيده اللي انا ما عرفتش شكون اللي سمعته من عائلتك هضر عليها، واش فعلا كنتي كتعرفها او لا؟ هنا غيتبدلوا فيه اللوان. تخيلوا انه كان عارف بان اختي انتحرت. كان عارف انه انتحرت وساكت، عمره ما قال شي كلمه. ما عليناش. المهم هذاك النهار تبدلوا فيه اللوان، وبقيت كنقول له ومالك اشنو وقع؟ كيقول لي لا 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 بدلي هذا الموضوع. اش كنقول له كيفاش نبدل هذا الموضوع علاش؟ المهم قال لي هذه البنت راه انتحرت. قلت له ويلي كيفاش انتحرت؟ ياك لاباس اش وقع؟ قال لي صراحه انتحرت حيت كانت مع شي واحد وتكرفس عليها من غيري انا، وانا كنت كنبغيها وهي صدقت بنت الحرام. تخيلوا، هذا هو الجواب ديالو. هنا كنت كنقول انت ولد الحرام مقطر. شتي هادشي كلشي اللي درت ليه، كنت شي اوقات كيجيني وكنحس بالندم، ولكن هذاك النهار فاش قال لي ديك الهضره وهو مريض كيموت، يعني تخيلوا صافي داك النهار صافي وصلات بيا الحد ديالي. ما عليناش. هنا غادي نقول له عرفتي شنو غادي دير؟ اش بان ليك نبيعو هادشي كلشي اللي عندنا ونمشيو للخارج؟ انت دابا مريض، وهاد المرض ديالك ما تلقى ليه الدواء غير في الخارج. يلا نرجعوا لحياتنا تما، وانا تما عندي ملكاتي وعندي عائله وعندي كلشي. يلا نمشيو. فعلا غادي يقول لي صافي، يعني قنعتو ودوخت ليه دماغه انه صافي خاصنا نغادروا المغرب، وبانه راح تما كتسنانا حياه افضل وغادي يبرا وكلشي. فعلا هذاك الشيء اللي كاين. غادي يدير القهوه اللي انا تقريبا وليت كنسيرها في الوقت المرض ديالو، غادي يديرها للبيع وغادي يدير ليا وكاله، لانه هو ما كانش كيقدر ينوض ولا يمشي ولا يجي، وكان ما كيشكش فيا بصفه نهائيه. المهم ما عليناش، انا غادي نبيع هذاك الشيء كامل اللي عنده، وغادي نجي نكتب ليه واحد البرا، وغادي نكتب في هذيك البرا من فلانه الله يرحمها اختي اللي توفات ليك، هذا هو انتقامي. هذا الشيء اللي كتبت ليه، يعني كتبت ليه هذا هو انتقامي. وحطيت هذيك البرا في الدار وخرجت في حالاتي. المهم هذاك النهار خليته ناعس مع الصباح، حالته فيه السخانه، وزدت في حالتي للمطار. مشيت، الله يعاون الله يعاون. من تما عمرو ما شاف وجهي. الطلاق ديالي طلبته عبر المحامي، وهو داك الوقيته ما كان فاهم حتى شي حاجه، وانا وصيت الناس اللي كانوا جابوا لي اخباره، لانه هو بقى طريح الفراش مده طويله، يعني سنين طويله، لحد الساعه كيبرى شويه وكيطيح شويه. يعني الخدمه ما بقاتش عنده خدمه، لان قلت لكم خليته على الدص. عاودت لكم غير المختصر، لان هذا الشيء طلب مني مجهود كبير، ولكن الحمد لله انني درته. رديت لاختي اعتبارها اللي في القبر، واخا شي بعض المرات كنقول ما كانش خاصني ندير هذا الشيء، حرام وعيب وعار، ولكن لا، كنتفكر اختي اللي مشات باقا صغيره، وكنقول كان يستاهل مني اكثر من هذا الشيء. المهم ما عرفتوش هو واش فهم القصه ولا ما فهمهاش. المهم هو انني انا من الداخل حسيت بالراحه، خصوصا انني عارفه انه حياته كامله غادي يبقى كيعاني حتى نهار يموت. غادي يبقى بداك السم هكاك تيمشي ليه فداتو تيجي، يعني بحال اللي واكل توكال، عمرو ما غادي يبرى منه. ما عليناش، غادي تدوز الايام
وغادي دوز تقريبا 5 سنين اخرى وغادي نمشي نتلاقاه. هنا اش غنقول لكم، منين شفتو انا تصدمت، لقيتو سكوليط. انا رجعت لحياتي العاديه، ما نكذبش عليكم، وما تسوقتش ليه، الا انه من مور 5 سنين فاش جيت للمغرب شي حاجه قالت لي سيري شوفيه. فعلا غادي نمشي وغادي نسول عليه وغادي نلقاه في واحد الحاله ما نقول لكمش كيفاش. سكوليت السيد ما كيقدرش ينوض، الا ناض كيتمشى غير شي خطوات، وكانوا غير شي جيران هما اللي معاونينو، ولادو الا جاو مره كيطلعوا عليه، بحكم حتى المراه اللي طلق ما بغاتش باقي ترجع ليه. ما عليناش، هو كان عايش مع شي صاحبو، هو اللي تقريبا جالس معاه في الدار، هو اللي كيطيب ليه ويجيب ليه ما ياكل. وصلت عن بها هادشي اللي كاين، وديك الدار اللي كان ساكن فيها هي اللي ما لقيناش ليها. انا بعدا حاليا كنقول كنعيا حتى ديك الدار انني نحيدها ليه. المهم ما عليناش، هذيك الدار هي اللي بقات في سميتو كاري الفوق وساكن في التحت. فمنين غيشوفني غيقول لي حرام عليك شنو درتي ليا. المهم غادي نقول ليه انت اللي بديتي، هذيك اللي قتلتي راه اختي. تخيلوا، راه تصدم واحد صدمه العمر، بقى كيشوف فيا. كنقولوا انت اكبر حيوان، قتلتي وحده وخليتيها حامله يعني ما حسيتيش بحتى شي حاجه، وانت كتقول ليها دبري راسك سيري شوفي المشكل ديالك، وانت كنتي عارف بانك انت هو الاب ديال هذاك الشيء. وحتى انك باش تعطيها كلمه طيبه ما قلتيش ليها هكاك، يعني قلتي لها عمرك باقي تصوني عليا، وخليتيها في وسط البحر وفي وسط المواج حتى كان سبب انها توفات. قلت له دابا انا داكشي كلشي اللي درت على ود انه باش نرجع حق اختي اللي ماتت، انت اللي كنتي سببها. تخيلوا، كنت كنظن انه غادي يجلس يبكي ولا يدير شي حاجه. كان كيقول لي انا كون عرفتك انت اختها كون قتلتك حتى انت بحال كيف قتلتها، كلكم تستاهلوا نفس الشيء. قلت له والحمد لله انه ما عندك حتى شي حاجه باش تثبت بانني انا اللي عطيتك السم. ايوا داك الساعه فاش عرفني بانني انا اللي وصلته لهذيك الحاله ديال المرض، صافي بقى كيغوت وجاتو الهستيريا وطاح وكيغوت في الارض وكيقول لي انا غادي نقتلك. قلت له الله يعاونك، اللي في جهدك ديرو، بسلام عليك. وزدت وانا فرحانه وانا كنشوف بانه شمت فيه داك الساعه. ايوا هادشي اللي كان اخوتنا. زدت في حالتي ورجعت عشت حياتي. حاليا انا راني مزوجه وام لجوج الوليدات، ولكن عمرني نسيت اختي وعمرني نسيت الراجل اللي قتلها. لحد الساعه كنقول كان عليا نصفيها ليه بمره، وعاود ساعه اخرى كنقول يمكن حتى داكشي اللي درت راه حرام. المهم كنستغفر الله 1000 مرة في النهار، لأن قلبي ما فيهش غير الكراهية. ولكن كاينين شي ناس كيجبروك أنك تكوني إنسانة شريرة وإنسانة خايبة فقط باش تاخدي حقك. هادشي اللي كاين. كنتمنى من الله يهدي كل واحد، كنتمنى من الله يغفر لكل واحد، كنتمنى منكم ما تبخلوش علينا بتعاليقكم. كنشكركم بزاف، وكنتمنى من المتتبعين الجدد يديروا ابوني ولايك. شكرا لكم.